السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعينا واصدقائنا وحبايبنا واخواتنا في الله، يا رب دايما تبقوا بخير وعافية وسعادة. هعمل معاكم النهارده زي ما انتم شايفين احلى مكرونة هتشوفوها باذن الله، ووصفة جميلة جدا وكلنا بنحبها وخفيفة على قلوبنا، بس بجد بطريقة حلوة قوي، وان شاء الله تكون خفيفة عليكم. ويا ريت تعملها زي ما عملتها بطريقتي وخدتها تحدي بيني وبين نفسي، في خلال نص ساعة هخلصها، وفعلا 35 دقيقة كنت خلصتها بفضل الله. وان شاء الله تعملوها على طول باذن الله بطريقتنا كده وبالتحدي بتاعنا، وان شاء الله تكون سهله ويسيره عليكم. مش هطول عليكم، يلا بينا على وصفتنا عشان نشوف الوصفه، وتابعونا للاخر. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى. بسم الله وعلى بركه الله نبدا معاكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده حطينا حله فيها ميه للمكرونه، وحله ليها العدس الابو جبه هنسلقه لوحده، وحله تاني فيها حمص، وحله تانية هنعمل فيها الرز ابو شعريه. تمام. بصراحه انا كنت جربت مره الكشري في حله واحده، ما عجبنيش تماما، ما حسيتش بمتعه الكشري. ومره تاني عملت برضك الكشري اللي هو الرز على عدس بجبه، تمام، او عدس اصفر، فبصراحه برضك مرتحتش. زي ما شايفين كده انا غسلت العدس وحطيته، وغسلت الحمص وحطيته على الميه، وهسيبهم يغلوا مع بعضهم عشان يستووا. هنحط الشعريه ومعاهم معلقتين زيت او 3 معالق زيت. حلو قوي كده. صراحه ما عجبنيش تماما. هو في احلى من الكشري اللي احنا العادي بتاعنا الطبيعي اللي هو في اي مكان بتلاقيه، الرز بشعريه والحمص والعدس وكل حاجه لوحديها. اللي حابب ياخد عدس بجبه لوحده، واللي عايز ما ياكلش مثلا رز على مكرونه، عايز مكرونه لوحديها، واللي عايز مثلا عدس مع رز مع حمص، واللي عايز مكرونه مع حمص مع عدس. فكل واحد بياخد الحاجه اللي هو بيحبها وعلى طريقته. ما ينفعش نأيد حد بصراحه باكل معين. فكل واحد، انا طالما طبخت وكلفت فخلاص اسيب الامور على طبيعتها، عشان كل واحد ياكل اللي هو نفسه فيه. انا هنا هحط الملح، وهحط المكرونه، وهقلب المكرونه عشان بس ما تلزقش في بعضيها. بجد انا التحدي ده كنت فرحانه جدا بنفسي، وكنت عايزه اشوف واختبر نفسي بجد انا قد فعلا اي حاجه انا اعملها واخد قرار فيها. فالحمد لله اتوفقت فيها، واديتها بشكل كمان جميل جدا الحمد لله، واسرع بصراحه اداء برضو. بصوا انا حمرت الشعريه اللون اللي هو الذهبي، وحطيت عليها الرز. ويا ريت كمان بصراحه سواء الكشري او غير الكشري تخلوا الشعريه اكتر شويه من الرز، بتفرق كتير جدا في الطعم يا جماعه والله. كمان طبعا ما فيش حد يقولي ده عملت ازمه في المواعين والحوض والمطبخ والكلام ده كله. ما فيش اي مشكله خالص عندي. انا اي حاجه كنت بخلصها اشطفها يغسلها على طول اول باول. ما كانش قدامي غير هما الكام حله اللي قدامي دول بس فقط. وانا بحط الاكل في الاطباق على طول، اغسل اي حاجه فاضيه مني عشان ما يتكومش عليا. بجد حسيت براحه نفسيه حلوه قوي. بصوا انا كده بس الرز بعد ما قلبته شويه كتار مع الزيت والملح وشويه كمون او فلفل اسمر، وبقلبهم مع بعضيهم كده يفلفلوا، وبعد كده احط الميه. تمام. اسيبه يغلي مع بعضيه. طبعا معيار الميه للبنات اللي لسه داخله المطبخ جديد، بتخلي حوالي عقله او نص عقله من الميه فوق الرز. ما تخافيش، مش هيتلت منك ولا اي حاجه، مجرد ما يشرب ميته هتهدي النار تماما، يعني شمعايه كده. وتغيبي وتقلبي عشان بس الوش هيبقى ني. لو ما قلبتهوش لازم تقلبي الوش بتاعه عشان يستوي. طبعا دلوقتي انا حطيت المكرونه الرفيعه على الاسباجيتي، لاني خلاص طبعا هي داخله على سوا، فالصغيره دي مش هتاخد سوا كامل مع المكرونه. فلازم نخلي المكرونه الاسباجيتي تاخد سواها شويه 3/4 سوا، ونرجع نحط عليها المكرونه الرفيعه. تمام. انا كده بشوف العدس استوى ولا لسه محتاج تكه. تمام كده. هقلب الرز بس تقليبه خفيفه كده، واغطيه تاني عشان خاطر يشرب ميته. وهقلب معاكم دلوقتي الحمص. انا كمان عايزه اقول لكم حاجه، الحمص ده جميل جدا بالطريقه دي برضو، عجبتني. بتفرمي الطماطم اللي هي العاديه خالص اللي انت تعملي بيها الصلصه، وبتاخدي منها حوالي معلقتين وتحطيهم معاهم
وبتعملي دقة توم مع فلفل حراق وفلفل رومي عادي، وبتحطي منهم معلقة واحدة صغيرة عليها على الحمص. الطريقة التانية اللي هي العادية، اللي هي بتحطي بصلاية مقطعة وطماطمية مقطعة سليمة، وتحطي فصين الثوم، وبعد كده ترجعي تاني يا اما تاكلي الحمص كده بالطريقة دي وتشيلي منه الحاجات دي وانت بتصفيها، يا اما تفرميهم في الخلاط مع بعضيهم وبتحطيهم عليهم. بس بصراحة في دي ولا دي عجبتني، لكن الطريقة دي عجبتني جدا، ولقيتها طعمها مقبول حلو قوي وقريب جدا من بتاعت بره. انا كده خلاص بصفي المكرونه، والعدس كده خلاص برضو استوى معايا. هصفي المكرونه وانزل عليها الميه عشان خاطر بس ايه توقف مرحله السوا عشان ما يتهريش مني. ودلوقتي الرز اتشرب مني اهو، وبقلب الوش بتاعه. هغطيه بقى يكمل سوا عادي، وابص كده بص على الحمص. في المرحله دي بقى احط الدقه اللي هي قرن الفلفل الحراق مع الثوم، حطينا معلقه صغيره منها، وهقلبها مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده، واغطيها تكمل سواها. انا كده صفيت العدس يا جماعه زي ما انتم شايفين كده استوى، وصفيته من ميه تماما. ودلوقتي برضو المكرونه هي غسلتها وحطيت لها معلقه زيت من على الوش، وقلبتها عشان تبقى مفرطه عن بعضيها ما تلزقش، وتبقى سهله ان ناخد منها. انا كده هشوف الاختبار بتاع الحمص استوى ولا لسه، محتاج شويه تاني. انا خلاص دلوقتي كده بقلب الرز عشان كده داخل على مرحله السوا تماما، يعني فاضله حوالي 3 دقايق وهقفل عليه. هغطيه واركز بقى ايه مع البصل. هحط بس الحله اللي هي مكان المكرونه من نفس الحله، ما خدناش حله تانية، هي نفس حله المكرونه حطينا فيها شويه زيت صغيرين، وهحط فيها البصل. هولع على العين التانية دي واحط عليها الطاسه عشان احمر شويه بصل اللي هما الجوانح اهم قطعناهم، وهحط لهم معلقه نشا كبيره تمام كده، وهحاول افرطها من بعضيها ما تبقاش ماسكه في بعض عشان تبقى جميله جدا، وكمان هتبقى كلها متحمره زي بعضيها. واحطها، مش هحط كتير يعني، هحط شويه على قد الطاسه عشان احمرهم كويس، وهدي النار ما علهاش. النار لو عاليه يا جماعه هتحروق كتير جدا من البصله ومش هتطلعها لك لون واحد، لكن لما تخلي النار وسط او هاديه شويه هتبقى حلوه جدا وتطلعها لك لون واحد ومقرمشه كمان. تمام. البصله هقطعها دلوقتي معاكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي عادتي، طبعا انا بقطع معاكم البصله، انا عيني على البصله التانية عشان خاطر ما تتحرقش مني واسرح مع حاجه واحده واسيب التانية، فلازم طول ما انت واقفه مركزه هنا ومركزه هنا عشان ما فيش حاجه تبوظ منك او تتحرق منك او تخسري حاجه من الاكل اللي انت تعمليه. تمام. انا كده بقطع البصله وبركز مع البصله التانية عشان اقلبها. وخلاص كده الحمص طبعا برضك على اوشك على ان انا انزله، فخلاص اهو الجنب اتحمر. احاول اقلب برضو عشان خاطر احس ان هي كلها بتتحمر زي بعضيها وتطلع لي لون واحد. تمام. انا كده خلاص برضو خلصت هنا بصلتين، وهحط عليهم دلوقتي الدقه بس لما تقلب تقلبتين كده مع البصلايه. احاول بس اقلب دي عشان كده خلاص قربت تحمر اهي معايا. وهبص دلوقتي على الحمص واشوفه كده خلاص استوى ولا لسه. هطلع واحده اختبرها. تمام كده، هو كده خلاص استوى، بس هسيبه بس ايه التكه الصغيره دي عشان كل ما يستوي اكتر كل ما يبقى كويس جدا في طعمه. البصل اهو هديت النار عليه علشان كله يبقى لون واحد. انا جبت طبق عليه مناديل، بصوا لازم ايدي فيها، ما ينفعش اسيبها وامشي. ليه؟ عشان خاطر احس ان كلها بقت لون واحد، والقرمشه بتاعتها جميله جدا بسبب النشا والنار الهاديه دي. هطلعها كلها دلوقتي على المنديل واحط تاني عشان خاطر اعمل شويه الاخرانيين. تمام كده. بصوا اللهم بارك، لونها بجد حلو قوي ومقرمشه جميله. هحط الباقيين بقى كلهم علشان كده خلاص يبقى انا كده اوشكت برضو ان انا اخلص. مفيش حاجه فاضلالي غير ان انا هعمل الصلصه، والحمد لله كده كله جاهز معايا زي ما انتم شايفين كده.
برضو هقلبها واسيبها شوية، وخلاص هنزل الحمص لان استوى تماما بزيادة كمان. انا كده غيرت البصل، وديت الحلة هناك وجبت الطاسة هنا عشان انا عايزة اسرع موضوع الصلصة. انا جبتها على النار الهادية عشان خاطر هنا تستوي براحتها، والنار التانية عليها عشان خاطر تستوي معايا بسرعة البصلاية بتاعت الطماطم. هصفي شوية زيت من البصل ده على البصل ده، تمام كده. مش محتاجة يعني الزيت كله لان خلاص كده انا خلاص خلصت دول. هشوحهم بس في حبة الزيت التانيين، وارجع اقلب دول بقى بشوية الزيت اللي احنا حطيناهم. اقلبها واسيبها بقى تستوي مع نفسها وتدبل كده، وهرجع بعد كده احط لها معلقه الدقه اللي قلت لكم عليها، الثوم اللي احنا حاطينها على الحمص. انا كنت عامله شويه محترمين كده في المدق، خدت منهم معلقه للحمص وخدت منهم معلقه برضو تاني اهي للبصله عشان بتديها نكهه حلوه قوي. البصله هنا خلاص قربت تستوي برضك معايا هنا واحمرت اهي، وبرضك منساهاش ويعيني عليها. تمام، انا كده خلاص خلصت. هحط الكمون والشطه والفلفل والملح وهقلبهم مع بعضيهم كده، وبعد كده هبقى ادوق في الاخر الحياه بتاعها. انا البصله كده خلاص خلصت معايا اهي، اطلعها كلها واطفي النار بقى. انا كده خلاص خلصت البصله اللي هي المقرمشه، واعمل بقى البصله التانية بتاعت الصلصه. هما الاتنين خلاص بيتحمروا كويس جدا، البصلايه مع التومه. انا كده هنقل حله الحمص تماما عشان استوت وطفيت النار عليها، مفيش بس الا حله البصل. هقلب بقى فيها باستمرار كده عشان خاطر انا عايزاها اللون اللي هو اغمق من الذهبي، تمام، داخل على البني. هوريها لكم ان شاء الله لما نوصل للدرجه دي. بصوا اغمق من كده، فانا هفضل برضو اقلب فيها عشان كده خلاص. لو انا سبتها وسرحت عنها دقيقه ثانيه هتتحرق مني، تمام. فهي خلاص كده ما شاء الله اهي، هي دي الدرجه اللي انا عايزاها. بتخلي الصلصه جميله جدا وزي بتاعت المطاعم، حلوه قوي. هحط بقى الطماطم وهحط عليها السكر واسيبها تتسبك مع نفسها تماما كده. خلاص الصلصه هغطيها واسيبها تتسبك مع نفسها وتغلي، وهرجع لها كمان شويه. تمام، انا عليت النار عليها عادي. دلوقتي كده هعمل معاكم الخل. هحط برضو معلقه صغيره كده، مقدار معلقه صغيره منها في الطبق ده، واحط عليها ميه الحمص. بجد يا جماعه طعم الدقه بيختلف تماما مع ميه البليله، مش الميه العاديه اللي هي من الحنفيه. شايفين جميله جدا، حتى اللون بتاعها يحسسك ان انت تاكلي في محل كشري كده. احياءها مظبوط معايا، مش محتاج اي حاجه تانية غير ان انا احط الخل وهحط لها الليمون. هحط شويه خل واعصر ليمونه كبيره كده، بيعملوا معادله مع بعضيهم بصراحه. الليمون مع الخل بيعمل معادله، مش الخل لوحده، فبيبقى طعمها كويس جدا في المزازه. تمام، فانا بحاول هي اعصرها كلها كويس جدا، ويبقى كده الدقه بتاعتنا خلصت. وهنخش بقى نعمل مع بعضينا برضو الشطه، بس هركن دي على جنب كده. خلاص انا خلصتها وطعمها دلوقتي مظبوط. جبت طبق تاني هحط فيه الشطه اهو، وهقطع عليه طماطمايه، هقلبهم مع بعض وانزل عليهم الصلصه، ويبقى كده الشطه بتاعتنا جاهزه. انا جبت حمص وجبت الدقه، وهحط كمان الشطه زي ما انتم شايفين كده. انا حضرتها خلاص وهقلبها معاكم اهي، حلو قوي. وهحط كمان معاهم البصل اللي احنا حمرناه اهو. يا جماعه شايفين اللون بتاعه، وشايفين اللهم بارك جميل جدا ومقرمش. شطه والدقه وده الحمص كمان معانا استوى جدا، وده البصل اللهم بارك بعشقه جدا. بحب حاجه اسمها بصل محمر. طبعا كده خلاص فنشنا معاكم وخلصنا الكشري بتاعنا جميل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. لو الفيديو عجبكم شيروه واعملوا لنا كمان كومنت وقولوا لنا رايكم فيه. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.